في حين حكام المباراة حكم ساحة محمد إسماعيل، الحكم المساعد هشام الرفاعي، حكم مساعد ثاني مؤيد المسجن، والحكم الرابع عبد الله الخربوش، حكم فيديو مساعد عبد الله الحربي، ومساعد حكم فيديو ثاني محمد الحنفوش. صنع الأهداف في مسابقة الدوري حتى الآن فورتونيز. الكرة مرت من الجهة اليسار لصالح النصر في الطرف الأيسر، أنجيلو يلعبها عرضية. الله، الولد الذهبي لا يمكن أن تمنعه من أن يصنع حالة فرح وأن يصنع لحظة انتصار للنصر. الولد الذهبي يتمكن من تسجيل الهدف الأول. النصر يسجل أول أهدافه. النصر متعة مستمرة وأفراح لا تتوقف وهوية بطل حاضرة. هنا الأول بار بروزوفيتش يمرر الكرة في الطرف الأيمن، وصلت الكرة لأقصى اليسار هناك بحثا عن جواو فيليكس. كرة سريعة من أمام جواو فيليكس، لكن يحصل عليها جواو فيليكس، يقاتل ويحصل على الكرة. جواو فيليكس أداء عالي ورتم عالي ما شاء الله تبارك الله. والتسديدة الله، ينهار من أمام النصر ومن أمام جواو فيليكس، والآن من أمام ويسلي بكرة رائعة. جواو فيليكس الذي يأتي المباراة برتم عالي، فورمة عالية، لحق بالكرة الماضية من أمام مدافع الخليج ليضع كرة من أمام ويسلي اللي ينجح في تسجيل الهدف الثاني للنصر بهذه الطريقة. النصر مع كل مباراة يسجل أكثر من هدفين. هنا تظهر حالة الفريق، فريق يعلن هذا العام باسمه، ونجاح كبير يستمر حتى الجولة التاسعة. بالنسبة للأرقام اللي جاءت في شوط المباراة الأول، القائمة التي تستمر في شوط المباراة الثاني بدون أي تبديل من جانب مدرب الفريق السيد دونيز في انطلاقة الشوط الثاني من المباراة. الكرة حاضر فيها الخليج. الله، التسديدة رائعة من مراد هوساوي. هل يعلن عن مشروع العودة بهذه القوة وبهذه اليسارية القوية التي تسكن في شباك العقيدي؟ حالة من الفرحة لجماهير الخليج بالهدف الأول الذي جاء بهذه الصورة الرائعة من جانب مراد هوساوي. النصراويين بدأوا شوط المباراة الثاني محتفلين وغافلين عن الخليج وغافلين عن مراد هوساوي الذي نجح من تسجيل الهدف الأول. يمرر كرة للخيبري، خيبري يلعبها على الناحية اليمنى. النصر يحصل على كرة، وأنجيلو في الطرف الأيمن قدم مع اثنين من المدافعين. يمرر كرة رائعة نصراوية في منطقة الجزاء. علي الحسن في تسديدة مرت من أمام رونالدو، تصل لساديو ماني. الله على كرة من ساديو ماني، ينجح معها من تسجيل الهدف النصراوي الثالث. خلاص يحسم فيها المباراة، مباراة دخل فيها النصر بتفوق ويصل معها إلى استعراض على طريقة ساديو ماني. مباراة على مزاج ساديو ماني وعلى مزاج النصر وعلى مزاج جماهيره، تختتم بالهدف الثالث. في الجهة اليمين وصلت للطرف الأيمن عرضية داخل منطقة الجزاء. رونالدو، فليكن هنا مسك الختام، فليكن هنا مسك الختام. رونالدو بهذه الطريقة يسجل الهدف الرابع. هناك أساطير تعاد وأساطير تولد مرة واحدة. رونالدو أسطورة تولد مرة واحدة. الطريق مفتوح نحو الهدف رقم 1000 على الهدف الجميل وعلى النهاية